التاريخ هيكتب عن محمد صلاح حكايات وروايات. رقم تاريخي لابو مكة، محمد صلاح يصبح اول لاعب في تاريخ البريمير ليج يسجل في 4 مباريات متتاليه امام مانشستر يونايتد، لا وكمان على ملعب الاولد ترافورد. بص نتيجه اليونايتد وليفربول واللي هي 2-2 هتفرح جميع المنافسين على اللقب والتوب 4 كمان، الا 2 بس هم ليفربول ومانشستر يونايتد نفسهم. واحد عاوز يبقى الاول على الدوري وضيع نقطتين. تقدر تقول يا ابو الكباتن كده ان ليفربول ضيع من ايده الفوز واللي كان هيخليه يعتلي صداره الدوري الانجليزي، ودلوقتي ارسنال هو الاول بفارق الاهداف فقط. اهدار كميه فرص غريب وعجيب مع تالق اونانا طبعا في بعض الكور. عوده مانشستر يونايتد في الشوط الثاني كانت جميله جدا، انما تين هاج كان ليه راي اخر وقرر يتراجع ويدافع ويخرج بالانتصار، خصوصا ان هو بيلعب على ارض. الدوري حاليا ما بين 3 عمالقه وهم ارسنال وليفربول ومانشستر سيتي، فتتوقع مين ابو الكباتن في ال3 فرق دول قادر يفوز بالدوري الانجليزي؟ شفت الراحلون عن ريال مدريد في الصيف المقبل؟ تناول الاعلامي ماريو كورتيجانا وهو اعلامي مشهور وقريب جدا من ريال مدريد اللاعبين اللي بيفكر ريال مدريد في رحيلهم الصيف المقبل، واشار لوجود العديد من الملفات على طاوله النادي. فران جارسيا هو واحد من اللاعبين اللي لم يتمكنوا من اقناع انشيلوتي بمشاركته في الموسم الحالي، وعلشان كده فكره رحيله مطروحه، وكمان ما حققش الهدف من التوقيع معاه. فيرلاند مندي بالرغم من استمرار عقده مع الريال الا ان اصابات اللاعب المتعدده وغيابه الطويل عن الملاعب بيقلل من فرص استمراره في النادي. كمان سيبايوس ما شاركش غير في 500 دقيقه بس هذا الموسم، وعلشان كده فرحيله وارد على سبيل البيع النهائي. كمان اردا جولر بتورد تقارير حول خروجه من النادي، وده هيكون على سبيل الاعاره علشان مشاركته الضعيفه واللي هي 98 دقيقه هذا الموسم. فهل من رايك كمدريدي تفضل مين يرحل ومين يبقى في النادي؟ ريال مدريد يستعد لتشغيل تقنيه جديده في البرنابيو، وده لاول مره هيكون امام مانشستر سيتي وبرشلونه. بيستعد ريال مدريد لاطلاق الشاشه الجديده على ملعبه واللي هتكون بزاويه 360 درجه بشكل مختلف تماما عن الشاشات المعتاده في ملاعب كره القدم. وذكرت صحيفه اس الاسبانيه ان ريال مدريد هيشغل الشاشه بشكل رسمي سواء امام مانشستر سيتي في دوري ابطال اوروبا او امام برشلونه في كلاسيكو الدوري، والامر متوقف على التجارب اللي هيجريها في الايام القليله اللي جايه. وستتيح الشاشه بزاويه 360 درجه رؤيه شامله لجميع المشاهدين في الملعب، وهي عاليه الدقه LED 13 بكسل، وبتتكون الشاشه الجديده من 18 شاشه تم تركيبهم جنب بعض بطول اجمالي 368 متر. وبالاضافه كمان للشاشه سيتم تشغيل نظام صوت جديد لزياده الواقعيه للجمهور في الملعب، يعني دلع الدلع. ده طبعا هيجذب المعلنين للبرنابيو واللي بدا بالفعل، وفي شركات كتير حجزت مساحه على الشاشه، وده علشان عرض اعلاناتهم الخاصه. ده غير الشركات يا ابو الكباتن اللي في قائمه الانتظار. لاعب خط وسط كان ساحر في كره القدم، بيصنع ويسجل وممكن يشيل فرقه كمان لوحده. بلده ياما جابت لنا اساطير، وكره القدم هي رزقها الاول. خط وسط بس ايه، يمزجك ويخليك مبسوط وانت بتتفرج عليه. يعتبر احد افضل لاعبين جيله، هو واحد من 9 لاعبين فازوا بكاس العالم ودوري ابطال اوروبا والكره الذهبيه، يعني قفل اللعبه بمعنى اصح. بدا مسيرته ابو الكباتن في نادي ساو باولو البرازيلي، وبعده راح نادي اي سي ميلان الايطالي، وبعد كده انتقل الى ريال مدريد، وبعده رجع تاني الى اي سي ميلان وطلع منه الى اورلاند سيتي، وبعدها رجع ساو باولو تاني. فعاوزك يا ابو الكباتن تفكر وتمخمخ كده وتخمن معايا مين هو اللاعب ده.